في البلاتو طبعا نوال بالأخضر من أجل تقديم يعني شروحات حول الوضعية الجوية. أهلا بك نوال. صباح الخير هاجر، صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا بالفعل هاجر، اضطراب جوي شهدته أغلب المناطق الشمالية للوطن اليوم. يتمثل هذا الاضطراب الجوي في انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى مقارنة بالأيام الماضية، مع تساقط للأمطار. هذه الأمطار كانت رعدية أحيانا وهبوب رياح قوية نسبيا تعدت 60 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية و40 كيلومتر في الساعة على المناطق الداخلية حتى بالهضاب العليا والأوراس. بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن، أمطار رعدية مرتقبة اليوم على الجنوب الغربي حتى بالثورة الصحراء الوسطى بمنطقة عين صالح حتى بمنطقة الواحات. هذه الأمطار راح تكون أكثر نشاطا واعتبارا على منطقة تندوف حتى بمنطقة بشار، مع سرعة رياح تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجنوب الكبير، تؤدي إلى تطاير للرمال محليا. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة ظهيرة اليوم، راح تعرف تراجع مقارنة بالأيام الماضية. نسجلوا حوالي 26 درجة على الجزائر العاصمة، 28 درجة على عنابة وقسنطينة، 20 درجة على وهران وتلمسان حتى بالبية، 22 درجة على ندية، 26 درجة على منطقة تيزي والزوق، 25 درجة على الجلفة و19 درجة على منطقة تيارت. بالنسبة للجنوب الكبير، سجلوا ظهيرة اليوم حوالي 28 درجة على تمنراس، 26 درجة بشار وتندوف، و34 درجة على إليزي ومنطقة عين قزام. اليوم هاجر تبقى الأجواء دائما ليلة اليوم غير مستقرة ممطرة، هذا على معظم المناطق الوسطى حتى على المناطق الشرقية للوطن، لكن احتمال أن تتحسن الأجواء تدريجيا على المناطق الغربية للوطن. بالجنوب ليلة اليوم تبقى الأجواء دائما غائمة غير مستقرة، مصحوبة أحيانا ببعض الأمطار المتفرقة على الجنوب الغربي حتى بالصحراء الوسطى حتى على منطقة الواحات ومنطقة الثورة، مع درجات حرارة راح تكون منخفضة نوعا ما مقارنة بالأيام الماضية. نعم بالفعل، صباح الخير، صباح الخير لكل الجمهور الكريم. بالفعل يعني بشرة خير، نتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة نهار الغد إن شاء الله، مرور اضطراب جوي راح يكون يعني من متوسط النشاط إلى نشيط. إذا الأجواء راح تكون كذلك باردة نسبيا، غير مستقرة، وأحيانا مرفوقة ببعض الأمطار تكون على شكل رعود أحيانا. إذا هذا الرعود كذلك تكون مرفوقة ببعض الرياح. بدون أن ننسى يعني سيدتي المناطق الجنوبية للوطن، بحيث هناك نشاط يعني معتبر على منطقة تندوف، وهذا هذه الليلة، وسوف يتوجه نحو شمال الصحراء والثورة أيضا خلال الساعات القليلة القادمة. هو عبارة أيضا عن أمطار أحيانا على شكل زخات راعدة بإذن الله. نعم سيدة هورية، هل ستعرف درجات الحرارة انخفاض محسوس خلال الساعات القليلة القادمة؟ إذا بالفعل سيدتي، مقارنة مع سجلناه بدرجات حرارة أقول كانت صيفية خلال يعني نهاية الأسبوع، فدرجة الحرارة تشهد تراجع، لأنه هواء بارد يتسرب في نعم. المستويات العليا للغلاف الجوي. إذا حوالي 17 درجة فقط على الجزائر العاصمة، 14 درجة فقط على منطقة برج بوريريج، كذلك البويرة ومنطقة نعم. الصيف. إذا كما تلاحظين هي درجة حرارة منخفضة بالنسبة لهذا الفصل. هل سنشهد هبوب رياح قوية نسبيا؟ هل هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوب برياح قوية؟ إذا نعم بالفعل، بما أنها رعود ودائما ننتظر أن الرعود تأتي معها الرياح. إذا الرياح قد تصل سرعتها ما نعم. بين 40 حتى 50 كيلومتر في الساعة بإذن الله. نعم سيدة هورية، متى سنشهد تحسنا في حالة الطقس بالشمال الجزائري؟ فسوف أفاجئك ممكن، نعم فتتوقع سيدة هورية. مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله تسلسل اضطرابات جوية أخرى. نعم. فنتوقع إن شاء الله يوم الثلاثاء مرور اضطراب جوي راح يكون نعم. نشيط، راح يكون على شكل أمطار راعدة، وكذلك مرفوق بتراجع وانخفاض في درجات الحرارة. وحتى إن شاء الله بإذن الله نعم. القمم الجبال المتواجدة على غرب الوطن سوف تشهد تساقط بعض الثلوج، إن شاء الله يا رب. وهذا في صبيحة يوم الثلاثاء. إذا القمم فقط سوف تشهد بعض الثلوج، وهذه الثلوج إن شاء الله راح تتوجه تدريجيا نحو قمم الأوراس في أواخر يوم الثلاثاء.
إذا نعم. فيما يخص التحسن الأخت يلزم ننتظروا إن شاء الله لغاية يوم الخميس بإذن الله. نعم سيدة هورية برقطة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.